واحد العالم اللي كان فيه الحكم كيساوي القوة والقوة كتساوي الخوف. كان واحد الراجل اللي يقدر يخلي أعظم إمبراطورية تركع على الاسم ديالو، يوليوس قيصر. قائد عسكري، قيادي وسياسي، راجل ما كانش كيخاف من حتى واحد. ولكن أكبر خطر مجاوش من الأعداء ديالو، بل جا من الناس اللي كان كيثيق فيهم. اليوم غادي نرجع بالزمن للور أخطر خيانة في التاريخ، خيانة اللي تبدلت فيها الصداقة إلى دم. السلام عليك. دابا تبغي دير واحد لايك سبسكرايب للفيديو باش كل جديد يوصلك، ونبداو مول الانترو. في روما القديمة كان الصراع على السلطة ما كيسهليش. قيصر بدا حياته بحال اي واحد، ولكن ما بقاش اي واحد بزاف. دخل الجيش وربح حروب كبيره، خصوصا في بلاد الغرب فين ولا بطل في عيون الشعب. الناس بغاوه، الجيش تبعوه، السياسيين بداو يخافوا منه. بعد النجاة ديالو قيصر قرر يدير واحد الخطوه اللي خطيره، دخل لروما بالجيش ديالو وزعامه هذا. وهنا كانت الرساله واضحه: انا ماشي غير قائد، انا الحاكم. تعين ديكتاتور. بعض الناس شافوه منقذ، ولكن البعض الآخر شافوه مانع للحرية. مجموعة ديال السياسيين قرروا يوقفوه، ماشي بالحرب ولكن عن طريق مؤامرة أي بالخيانة. من بينهم كان بروتوس، واحد من أقرب الناس. بعض الروايات كيعتبروه أنه بحال ولده. وهنا فين كيبقى السؤال: واش بروتوس كان خائن ولا كان كيشوف راسو المنقذ ديال روما؟ نهاية 15 مارس سنة 44 قبل الميلاد، المعروف بإيدي أوف مارش، قيصر دخل مجلس الشيوخ عاد، ولكن ما كانش عارف أنه داخل المسيرة. فجأة غادي يبدا الهجوم على قيصر. طعنتين حتى وصل ل 23 طعن. ولكن اللحظة اللي حبست التاريخ ملي شاف قيصر في بروتوس وقال له: حتى أنا بروتوس. في ديك اللحظة ما تغير قيصر، اسمعه حتى الثقة. مؤامرة ما جبتش غير الحرية، جبت الفوضى، حروب أهلية، دمار وسقوط الجمهورية، وفي الآخر ظهور إمبراطورية أخرى وأقوى. بمعنى آخر، الناس اللي كانوا مشرفين على نهاية قيصر جابوا حاجة أكثر من قيصر. التاريخ كيعلمنا حاجة خطيرة: ماشي كل خيانة واضحة، وماشي كل صديق. أحيانا عدو الحقيقي يكون جالس حداك، تحك معاك وكيتسنى اللحظة المناسبة. وقصة ديال قيصر ماشي غير قصة قديمة، هي رسالة كتعاود كل نهار في الحياة وفي الصداقة وحتى في العالم اللي عايشين فيه دابا. والسؤال الحقيقي ماشي هو علاش قيصر، ولكن شكون هو قيصر في حياتك؟ ركز على هذا السؤال مزيان وجاوب نفسك. هاد القصة خاصة بالناس اللي كيتاقوا في صحابهم. صافي، الا كنت وصلتي حتى لهنا متنساش دابا دير واحد لايك وسبسكرايب باش كل جديد يوصلك، لان هذا الفيديو خدالنا بزاف ديال الوقت باش نطور منه ونزيد في الكاليتي ديالو. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش دابا دير واحد لايك وسبسكرايب باش كل جديد يوصلك.